ما حدش ياخدك ويجيب بوتاجاز. ما عادش وراك الا هو. ده ولا ما عادش ورايا الا انا. يلا صباح على حبايبي. صباح العسل، صباح الرضا، صباح السعاده على يومكم يا حبايبي. صباح كل حاجه، صباح مشرق بنور الله كده. يلا انا بلوق مش مشكله. صباح العسل يا حبايبي. بيبقى عندها افكار كتير اول ما قبل ما تبدا الفيديو. ساعه ما ساعة سبحان الله، ساعه ما تفتح الكاميرا وتفتح التليفون كله بيطير. مش عايزه امسك حاجه كده قبل ما حاجه تطير، مش فاهمين. طب امسكي بقى وحط لايك للفيديو قبل ايه قبل ما يا رب. هنسمي الله كده يا حبايبي ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل ايه النهارده؟ عندنا شويه زيت محترمين كده، هقول لكم بس احنا هنعمل ايه وبعد كده نخش على الشغل. ومحدش ياخد الواد ده. تعالى بس جنبي كده اهو، اصل انت لابخني. محدش لابخنا الا انت. طب بقول لك اه. معانا هنا كده يا حبايبي شويه زيت محترمين كده، بقالنا شهرين بنحوش فيهم اهو. واقول لكم ايه، ما احنا ما بنحوشش زيت الا بعجوبه الوقت. بنشم ونلم كده في شويه الزيت. شويه الزيت دول متجمعين من 3 بيوت. بس خلي بالكم يا حبايبي، زيت السمك، زيت اللي ما تقولوش ده محروق وحش ترميه، لا ما اوعي ترميه، حذري ترميه. نلم شويه زيت حلوين كده ونعمل شويه صابون. والله الصابون البلدي دي ما يعلى عليه ولا تقولي لعدوك عليه. هنعمل شويه صابون بلدي كده، شويه صابون اسمر، حاجه عسل كده وحاجه فاخر من الاخر. كل 4 كوبايات زيت من دهيت عليهم كوبايه صودا. احنا هنعاير الاول الزيت بتاعنا عشان نشوف الصودا معانا قد ايه. هنسمي الله كده ونصفي الزيت بتاعنا برضك. بالجاش بقول لك الصرف ام ريان ما لقيتش المصفى اللي احنا بنعمل بيه. على فكره انا عارفه ان ده مش هتخلي شوائب خالص. جابت اللهم صل على النبي. حته سلك. جابت حته سلك من قطعتها من السرنداي. يلا مش مشكله، ما هي الشطره اللي تتصرف. ادي 2. من يشهد للعروس. لا مش العروس، انا بقول للبناويت العسل الحلوين. 2 3. وانا بقول لك اهوت يا سمسومه، على احنا بنعمل الصابونه اهو. 3 كانت عامله قبل ما تمشي، ربنا يجيبها بالسلامه يا رب. 4 وحشتنا والله. بعد كده عدد عشان ايه ما نقعدش بقى نطلع. بعد كده عدد كده دلوقتي يا اسماء، خليكي معايا. ماشي يا عمر قول كده عدد، احنا عندنا عدد. قول يا كلك هتبقى يا جرناء. كل كلامك حكي. يبقى كده نعد من تاني. ده 1 2. وعلى فكره يا حبايبي ما فيش حاجه بتترمى الوقت، ما فيش اي حاجه بتترمى. 2 وممكن حاطاه كده دوت اللي فيه، وبعد كده برسه في العلبه او برسه في اي حاجه عندك انت حاطاه فيه. 3 وهنصفيه. اجيب الصابون انت عارفه حاجه. اي بقى شوائب فيه كده ولا اي حاجه فيه احنا بنصفيه. شايفين اصلا هقرب لكم كده، شايفين المصفى طالع فيها ايه؟ هو لونه غامق اول وقت هيبقى زي الفل معانا. على فكره هو كله. دي كانت الرابعه بتاع العدد. الرابعه؟ اه مش بقول لك انت لابختني. والله دي الرابعه بتاع العدد. الرابعه ولا الثالثه؟ والله الرابعه بتاع العدد. هقول لك على حاجه، استنى اوقف الفيديو اشوف انت عديت قد ايه. طب عد كده. طيب عرفت ان انا صح، كانت الرابعه. وقفت الفيديو ورجعته علشان خاطر الواد ده قول لي مزهقني ده اهو. باه ايه؟ باه ايه يا اخي بقى يا اخي؟ ده 1 اسكت بقى يا سلمان عشان ابوس رجلي اللي جابوك يا سلمان. اه التي. وبقى يا سلمان بقى عشان احب. 2 3 يا ولا اسكت. 3 يعني دولت كده 11 كوبايه صح كده؟ ايوه الله ينور. هنشوف بقى الصوره دي معانا قد ايه. ما احنا نشوف الزيت. احنا كده شفنا الزيت. شفت بقى يا حبايبي كده بتصفيه. شايفين بيطلع فيه بقى ايه كل حاجه كده اهوت. وزيت السمك ما ترموهوش، ما تقولوش ده وحش ومحروق هرميه، لا ما ترموهوش ولا تبيعيه برضه. ده بيشتروا له وقت الكيلو ب 27 جنيه. لا والله والله ولا يعلى عليه من الصابون اللي انت بتعمليه دي. قطرونه. قطرونه ايه يا اسماء؟ قطرونه ايه يا ام ريان؟ عشان يما كل بلد ولها اسم يا ام. ما هي اسمها، ما هو اسمه بطاس. هتقولوا تحتوا للعطار تقولوا عايزين البطاس اللي بيتعمل بالصابون. وما يروح بقى يقولوا بلدهم اللي مش مصر البطاس اللي بيتعمل بالصابون. البطاس دي كان زمان كنا بنعمل بيه الهدوم البيضاء. هنعاير بقى بيهم كده يا حبايبي كوبايتين. الكوبايه ما بتبقاش ملانه يا اخواتي ولو ان انت ملياه. بدك؟ طب ماشي هنشوف بس. بتبقى الكوبايه ناقصه عقله كده يا ولاد. ماشي. احنا بنشتريها دول بكام؟ الحبه اللي في ايدك دول ب 20 جنيه.
ده ب 30 جنيه وحياة الصابون. لا ما لسه عندك حبه تانيين. ورجعهم كده ناقص. لا يما اللي موجودين دول كانوا عندنا. دول ناقصين كده. الله ينور. بعدين كمان نص بقى. لا مش انت عطيتي الواد 30 جنيه؟ ما هو رجع له 10 جنيه ايه والله، يودله على قد ما كان عنده. ماشي ان شاء الله هم هيكفوا ماما. لا حط كمان شويه عشان يبقى ايه معيارنا مظبوط. ماشي ما انا بقول لك ما في حبه تانيين اهو. انا عايزه اوفر شويه كده، عايزه اعمل برسيل جيلي يا ولاد. انا ما رضيتش بقى، كان عندي حبه زيت كده تانيين في بتاع، ما رضيتش اجيبهم ليه عشان عايزه اعمل برسيل جيل. الصابون ده هوت يا خراب بيخلي المواعين والله العظيم حتى والكوبايات حاجه كده بتبقى حاجه عسل. بتتكلش. والله. ولازما يا اخواتي يا حلوين، انت امي ملت الكوبايه المفروض تبقى نص. لا مش مشكله. هتسيبيها؟ لسه حبه حلوين. طيب لازما بقى يا قشور كده. ايوه يا عمري علشان ما تبقاش لا شفت الكتل القشور كده تبقى فاسد. شفت بقى القشور دي لازم تبقى ايه؟ اوعي تمسكها بايدك يا ام. لا عامله شفت جوزة الهند الخشنه كده، تعرفي ان معاك الصودا بتاعتك حلوه وجميل. تعرفي كده ان هي مش فاسده، وتخلي معاك الصابون اللي لفه والتانيه تلاقيه مسك معاك على طول. بس اهم حاجه برضك انت تسيبيه يبرد. يعني احنا هنعمله دلوقتي هنعمله مع بعض واحده واحده على ما نعمل معاكم كده شويه بصارة عسل. بصاره. احنا النهارده اخر الاسبوع وعمالين نقول هنطبخ ايه. فموران قالت لك بس احنا هنعملها نديها النهارده بصاره يعني. شوفوا بيعمل ايه في الفرن. هكسر. هنا بقى يا حبايبي كنا محوشين شويه قشر ليمون اصفهم. لا يلا. معايا شويه قشر ليمون كده، ومعانا قشرين سفندي. هو جرش قوي، لو جرش نصفوه احنا بنصب. معايا قشرتين حبتين سفندي كده بيخلوا لك ريحته جميله، عسل كده عسل. هو بالسلق كان ريحته حلوه قوي. هنعوز كوبايتين ونص. ده كوبايتين سبحان الله. ويا موفق الدنيا يا رب. ولا كمان 3 كوبايات مش ونص عشان ما نقلبش كتير. ماشي. هنصفهم. هجيب لك حته تانية، استنى هجيب لك حته تانية فين علشان ما يبقاش معانا وقتك ايه، عشان يبقى ناعم معانا، ما عشان يبقاش يبقى في ناعم. الصابون كتر. الله ينور عليك. وعليك. وعليك يا بقى، عليك انت اللي بتعمل. كانت واحده بتقول ايه طالعه من عامله يعني شاور كده وطالعه، فواحد بيقول لها نعيمه، قالت له نعيمه عليك. هي نعمه عليك ولا نعمه عليك، انا مش عارفه بقى هي بتبقى ايه. شكلك فاهم يا نص. انت شكلك ما انتش فاهم حاجه خالص يا نص. واحده في الفيديو كده هتشوف الفيديو وهي قاعده قامت رايحه حتى ميه. يا حبيبي ما ينفعش. الهوا قايم قوي. خلاص يا سلمان، خلاص يا سلمان. تعالي يا شموسه، والدنيا ما تشيش الا ما ننزل. المضرب جنبك. ابعدي بقى وشك خالص عني. هتشتكي بحاجه من على البتاع بقى. حته خشنه واقعه. مش عايزينها. ابعدي وشك بقى في التوقيت دي. شايف بخرة هنا بقى يا حبايبي. هم رايحين ربنا يكفيكوا شر النار وعذاب يا رب. هم رايحين مقلبين وسايبين، هتلاقي سخن نار وفي ثواني برضك هتلاقيه برد. يعني ما تسيبيه كده 10 دقايق ربع ساعه هتلاقيه برد. بس ايه يعني ابعدوا وشكم تقلبوه، لان انت لو حطيتيه كده على الزيت سخن كده بيهبطك في التقليب وفين على ما يجمد معاك. احنا عاملينه هنسيبها بقى اما تبرد تماما تماما تماما. ماشي. عارفين انت يا سفيان يا سلمان بتستعبد علينا. والله العظيم انت شايف عبت بقى. على فكره احنا ما عملناش البصل. ما هتتعمل يا حلوه وانت بتعملي يا حلو. البصل الابيض ده اصلا ما بينزلش ميه وحلو قوي في التحمير، بيديك لون حلو قوي. دي بقى ايه الورد بتاع هنحمر الورد بتاع البصاره نضحك عليهم يعني. الاكلات دي بتبقى حلوه كمان في الشتاء. حلوه فضل ونعمه.
والله فضل ونعمه ورضا. رضا هاتي كده يا مريان. تعالى البصل. انت هتعمل مصلحه والله ما انت عارف بقى يا حبايبي. حطينا على ما الصوره بتاعتنا تبرد. الشموسه طلعت بقت حلوه اهي. اه نمسك معانا بقى البصله بتاعتنا الجميله ديت. وكل طعم يا حبايبي كل حاجه يعني كل نار ولها طعم في الاكل. يعني لما تيجي تسوي الاكل، لما تيجي تسوي بقى الاكل يا حبيبتي على البوتاجاز سبحان الله ليه طعم. تيجي تسوي الاكل على القانون ليه طعم، تيجي تسوي الاكل في الفرن ليه طعم. كل حاجه سبحان الله. واحلى بقى طعم فيهم طعم الفرن وطعم القانون. طب واللي ما عندوش فرن وما عندوش قانون هنقول عيشة الدنيا كلها حلوه والله جميله وعسل. اهم حاجه احنا بس نرضى حبايبي باللي قسمه لنا ربنا. كل حاجه يعني نرضى كده بالمقسوم. فضل وعدل من عند ربنا. ربنا بس يدينا الامان والامن كده في بلدنا وبلاد المسلمين اجمعين يا رب. وانصر اخواتنا في فلسطين يا رب. تلك البصل بناديه. تعالى شيلنا شويه بصل. احنا كنا زمان يا اسماء بقى نقوم عاملين كل حاجه على القانون. نعمل بس ايه والله يا يما امبارح واحنا عاملين اللحمه تقولي ده انت حاطه فيها ليه، تقولي ده انت حاطه فيها لحمه ضاني. مش لحم مش لحمه والله، مش لحمه عاديه. اه والله وانا بقول لك والله له ريحه حلوه قوي. كل اكل سبحان الله بيبقى له طعم وكل نار يعني بتبقى لها طعم كده وطعم مميز مش طعم اي كلام كده. هنحمر البصل ده والزيت اللي هو في البصل دوت عشان حاطين عليه فرمنا هوريها لكم. استنى ما جيت هوريها لكم. كلنا عارفينها مش حاجه يعني ايه. احنا عندنا فول وطعميه بس احنا حطينا ايه عملنا حله محترمه عشان عندنا الفول. اسماء جايبه كله فول. ما شاء الله الفول طلع بزيد وانا ما اعرفش يعني. انا قلت ايه لو بتشتريها مرات من العطار ما انتش هتعمل لك اللي ده. حاضر. ربنا يخليكم لنا يا ام. ماشي يا رب. ربنا يخلينا ابوك يا رب. يا رب. ده فول يا حبايبي مدشوش. بيبقى فول مفصص مدشوش كده اللي هو الفول بتاع الطعميه. تمسكيه تغسليه وتسيبيه نص ساعه كده تنقعيه كده نص ساعه وتحطي عليه بقى بصلتين فصين يعني كام فص توم كده وطماطمايه وبصله وتسيبهم بقى يتفرموا زي ما انت شايفه كده بالشكل الجميل ده. انا فرمتهم وسبتهم لما بردوا وقمت ضربهم في الخلاط. في ناس يا حبايب قلبي بتحبها خضرا فبتحط فيها كزبره. لا هم المفروض انت كنت حاطط ربطه بصل اخضر. والله لو كنت قلت كده انت هتعملي ايه حلوه جميله جميله. هاتي بقى ربطه بصل اخضر. وناس بتحط كزبره خضر وناس بتحط دي ودي كزبره وبصل. بس انت بقى ايه حاطينها على مشننه كده هي يبقى طعمها حلو بس خصوصا ان هي على الكانون. هي نستكفى ان هي على الكانون. احنا بقى معانا البصله بتاعتنا احمر اهيت حمار وردي كده. البصل الاحمر ده بيبقى مسكر يا حبايبي في الاكل. ما تقولوش ده وحش يعني او الابيض بقى ايه الابيض ولا هو ايه. وبيديك لون حلو قوي وبيديك طعم بردك مسكر كده مش. اما لو سخن عليكم ما تقربها شويه لك. طب انت ما هتسيبي شويه. ما احنا هنسيبها كده شويه بقى. طبعا احنا هنسيب حبه كده يا حبايبي عشان نحطهم مع البصاره وهي بتاخد ايه. اما خدي بالك عشان ما تتلسعيش. دي بقى الحبه الزيت بالبصل البواقي انت بتسيبها ديت بتطعم لك البصاره بتوديها لك في حته ثانيه خالص. بتبقى حاجه ايه تحفه. شايفين بقى حلوياتنا حلويات. الحمد لله حبايبي بتبقى فضل ونعمه من عند ربنا. حاجه كده ايام زمان كانت كلها بركه كده وايام حلوه وجميله وبسيطه. كانت ايام بسيطه ولذيذه كده وعسل. مش البساطه في مطبخنا. انا بقول لك الايام اللي كانت عارف ان انا معترضه على الاسم. لا ده اسمها ده اسم ده مبارك مش عاجبنا الا الاسم. والله العظيم. يعني كل حاجه بسيطه كل حاجه جميله حلوه يا اسماء. طب يا ست الفل. طبعا يا حبايبي احنا بنحط كزبره خضراء عليها مش شبت عشان الشبت ما يغمقاش معاك. البصل اخضر وكزبره خضراء. بس احنا بعتنا نجيب بقى ما لقيناش ان الناس لسه بتروح تجيب من عشان بكره السوق هتمشي وتبقى حاجه حلوه وزي العسل ان شاء الله. معانا بقى يا حبايبي البهارات بتاعتنا بقى شويه كمون وشويه كزبره ناشفه. خدي بالك عشان في التوقيت ده بتلسع. شويه كده من الملح
قالتش لا يعني ياما عيطت من غير بصل اخضر. كنا عايزين شويه شطه بس العيله تاكل منها. مش هنحرحر لو ماشي وراك يا شدتك. لا هاتي يا حلوه يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى يا حبايبي بقى يتغدوا معانا ايه؟ بصاره. احلى واطعم طبق بصاره هتدوقيه بقى من على الكانون. مش هقول لك بقى فزلكه ولا مش فزلكه، والله العظيم حاجه عسل 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 عسل. هنسمي الله حبايبي كده، وهي السمك بتاعها كده حلوه، لانها هي اما تبرد هتلاقيها ايه تماسكت مع بعضها. سلمان بيقول لك يلا يا ولاد. يلا يا ولاد. يلا قولي يلا. شفت بقى معانا البصله معانا مقرمشه من غير اي حاجه. عايزه اقرب لكم. مفرفشه ومنعنشه ومقرمشه كده. مقرمشه حلوه مقرمشه. هاتوا بقى تعالوا يلا رغيفين وناكل بقى الشويه اللي في الحله دول. وفي الشمس بقى كده في الشموسه قدام الكانون بقى مدفي الحته. وهنعمل كوبايه شاي. ماما نعم. عايزه ايه؟ تاسو ايه رايك بقى في حبه الحلويات دول؟ والله العظيم احلى من اللحم ما شاء الله. عسل 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 عسل. ده نعمه ورضا فضل وعدل من عند ربنا. البصلايه فيها بركه اهي. والبصل لا هما اتنين مش واحده. وبص بتخرفش كده. بس بحب اللي على الارض دي. لا الارض احنا هناكلها. طيب يلا ايه رايكم يا حبايبي؟ اتفضلوا بقى معانا. لهم اتفضلوا معانا بقى كده بصره جميله. بسط يا حبايبي الصوره معانا بردت خالص اهي. فنسمي الله. نحطها فوق الصابون بتاعنا كده. لما تبرد بقى تبرد معاك خالص كده بتريحك بقى في التقليب. ما تقعديش تقلبي كتير. ان شاء الله كده تقلبتين وهتلاقيها ان شاء الله باذن الله جمدت معاك على طول. نسمي الله كده. هي اصلا لما يكون معاك نوع الصودا حلو ما بتحتاجيش تقلبي كمان كتير. هنا كده معانا معلقتين ملح. هنقلبه بقى ايه عشان يكون دايما معانا برضك واحنا بنقلب. معلقتين ملح. السكر والملح بيعززوا معاك الرغوه يا حبيبه ماما. ما تقوليش ده نحط سكر ونحط ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. اي نعم هو السكر غالي يعني انا مالهم بينكم وانا بحط السكر دلوقتي لا في ايه بتترق ايه في ايه؟ ده حتى اللي قفله مش عايز انت يتفتح. اللي قبلها على فكره. ايدك مزحلقه. استنى مش عايز يتفتح. ايدك انت اللي مزحلقه. لا وانا بيني وبينكم برضك قفله جامد يعني. ايوه مش هتستخدموه. لا ما انا بقول لك ده عشان يجيبوا اخر الشهر. لما تجيبوا اخر معانا الشهر يا اولاد. معانا هنا معلقه السكر. ما السكر غالي ونحله بايه؟ قلقت انت ام محمد. يلا هنسمي الله يا حبايبي كده. شفت بقى هي ان شاء الله هيجمد معانا على طول اهو. اللي ما عملش الصابون ده فاته كتير. فاته كتير والله. شايفين بقى يا ولاد الجمادات في الدكان. الجمال في الدكان اهو. ده كرتونه الصابون بتبدي كده دلوقتي يا اسماء. والمشكله ان هو مش صابون حلو زي ده. يعني ده انت بتلف ايدك في الحله كده بقى شوفي الحله اللي على الكانون دي هتخلي برضك تبري بروتين كده تخليها بربرو. يلا يا حبايبي ربنا يسعد لكم ويسعدكم ويسعد اوقاتكم. يا حبايبي معايا كيس برسيل جل. ولو عندك انت بقى برسيل اللي هو اللي انت بتجيبيه بتاع العربيات ده بحط نص كوبايه كده. بس انا ما عنديش الا الصابون السائل. جبت ده الكيس ده ب 3 جنيه. ده يخلي معاك الرغوه ايه والريحه ايه وايه. والله انا مش بجامل الصابون يعني. انا بقول لكم على ان هو الصابون يعني يستاهل. الصابون سن اللي عندنا هي حاجه بس ايه كده ايه او النقوش عليها بقى عشان انا سبت الصودا بردت يا حبايبه ماما. مش هيعذبك بقى في التقليب. هو سر نجاحه في ان انت تسيبوا الصودا تبرد. اللي يقعد يقول لك طول ما انت رايحه جايه قلبي ما تسمعيش كلام حد. سيب الصابون الصودا تبرد وهو ينجح معاك في ثواني. هو في ثواني مش هتحتاجي تقليب كتير اهو. في ثواني يا تديله تقليبها اهيت. شايفاه انا ما قلبتش يعتبر يعني حاجه خالص يعني. مفيش اي تقريبا انا قلبته يعني ولا تعبت نفسي ولا حاجه ولا وانا رايحه ولا وانا جاي. انا يعني مكاني ما قمتش اصلا اهو. ولا اللي بيقول لك اقعدي لاخر النهار ومش بتسمعوش كلام حد. سيبوا الصودا تبرد وهو هيبقى زي الفل معاكم.
مفيش في 5 دقايق هتكوني عاملاه. هي بس سيبي الصودا تبرد نص ساعه وبعد يعني كده انا عملت اشتغلي فيه. الصودا سيبناها بردت، عملنا مصلحه تانية، عملنا حبه البصله اللي زي العسل اللي التحفه دولت وخلاص. وما فيش مش هتحتاج تقليب ولا حاجه، وكده اهو اتجمد معانا اهو اهو زي ما انت شايف اهو. هحتاج تقليب ولا احنا ما فصلناش الفيديو احنا معاكم يعني اهو. ولا ناطر شايفين، ولا ناطر زيته ولا اي حاجه. ولسه هحطه كمان معاكم هنا اهو. اي قلب بقى عندك بقى ايه اي صاج عندك. دي كان صاج عندنا زي ما انت شايفه اهوت، احنا مخصصينه للصابون، سايبينه للصابون. تحط عليه كده حته وسايبينه للصابون. الصودا ديت يا حبايبه ماما بتبقى نار بعيد كده عنكم، يا رب كده يكفيكم شر اي حاجه وحشه. بطل خبط بقى. لا بس بقى يا سلمان بقى، وزي ما انتم شايفين اهو حاجه كده. بقول لكم والله العظيم بجد 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 انا مش بهزر يعني. فاتوا كتير اللي ما عملش الصابون البلدي دي في البيت عنده. ما ترموش الزيت يا حبيبه ماما ولا تبيعيه. واللي هيقول لي احنا هنجيب منه 11 كوبايه هكسب لكم الفيديو اللي احنا كنا عاملينه بكوبايه واحده في ان شاء الله في الوصف. ولو حابين تعملوا كوبايه واحده هتعملوها يبقى معاكم برضو زي الفل وناجح جدا وجميل برضو. كوبايه بتعمل 8 حتت لو انتوا فاكرين ان كنت عملته معاكم قبل كده. وخلي الحته صغيره كده يا ريت يا مريم. الله ينور. اما افتح مصنع صابون واسيبني منك. زي ما انتم شايفين معانا يا حبايبي الصابون بتاعنا ناعم وجميل وعسل اهوت، ولا طرد الزيت بتاعه ولا مظبوط. مقاديره مظبوطه 100%. طبعا انا معايا الصاج كبير لسه بقيت اهوت، بس انا عملت الحدايه كده عشان الخرطه تبقى ايه ماسكه نفسها كده. وما تيجي تقطعي حته بحته صغيره كده اهوت لما تقعدي على الخرطه. ما فيش ساعه زمن وهتقطعيه. ما انا بقول لك لما يجمد دلوقتي تقطعيه، بس لما تيجي تقطعيه ما تقطعوش حتت صغيره كده، حتت كبيره لا. كده بقى يا حبايبي الفيديو بتاعنا خلص معاكم والوقت الحلو بيخلص معاكم بسرعه. طبعا البصاره بتاعتنا الجميله العسل الحاجه اللي هي بتاعت زمان ديت اللي حبت الفول والطعميه دي كده بفلوس يعني. لا اعملوا بصاره ما تشتروا فول وطعميه. بقف على ابوك. يلا يلا يا حبايبي الصابون ما ترموش الزيت، ما ترموش الزيت يا حبايبي، ونعمل كل حاجه كده موفره معانا وكل حاجه تبقى حلوه معاكم ان شاء الله. يا رب يجعل فيديوهاتنا كده بس جميله ولذيذه ولطيفه وبنت ناس. وما تنسوش اللايك والكومنت العسل يا حبايبي، والله انتم مقصرين في اللايكات. اسيبكم على خير واشوفكم على خير، ويا رب كده فيديوهاتنا تكون بسيطه وحلوه وجميله، واقول لكم في رعايه الله وامنه.